سلام حبايبي، فيديو جديد ويوم جديد مع سافر مع سامح. النهاردة الحلقة رقم 34 من سلسلة ما تيجي تعيش معايا أمريكا. والنهاردة الحلقة المنتظرة قبل فتح التقديم على لوتري للهجرة لأمريكا. والنهاردة أنا هاخدكم معايا خطوة بخطوة إزاي نملى الأبليكيشن. مفيش داعي تدفع فلوس لأي حد، مفيش داعي تعمل تحويلات لأي حد. بالذات لو في أمريكا بيقولك ابعت لي بالدولار وأنا أو ما يعادل الدولار وأنا هعمله لك من هنا، عشان من أمريكا مضمونة يمكن عندكم. أو حد يكون أنت متصور إن هو لو قدم لك من أمريكا هيبقى ليك أولوية في التقديم عن لو قدمت من بلدك، أو إن اللي هنا في أمريكا يعرف أحسن منك. الكلام ده كله مش مظبوط. الموقع مفتوح والابليكيشن ببلاش. هياخد منك من 10 دقايق لماكسيموم 30 دقيقة، ان 30 دقيقة والسيستم لوحده بيقفل. فهم عاملين حسابهم ان مفيش ابليكيشن ابدا مهما كان كل البيانات اللي تكتبها هتحتاج منك اكتر من 30 دقيقة. فانت امشي معايا خطوة بخطوة، هاخد بايدك ويبقى قلدني واعمله على جهازك في البيت. طبعا لو انت عندك جهازك في البيت ومعاك الصورة جاهزة ومحملها على الجهاز، انت ريدي تو جو. وفر فلوسك تماما، ما تعملش اي حاجة عند اي حد. لكن لو انت ما عندكش كمبيوتر في البيت ومش على دراية بالتكنولوجي خالص، والانجليزي عندك مش موجود خالص، لا هتحتاج حد يساعدك. لكن لو الانجليزي بتاعك على قدك وعندك كمبيوتر في البيت ومحمل عليه الصورة اللي هو مواصفاتها كمان شوية، انت كده ريدي تو جو. اقعد معايا، هديك المعلومات من الألف للياء، ومش محتاج من أي حد أي حاجة على وجه الأرض. قبل ما ابدا الفيديو بتاع النهارده هحب اقول بس في الاول، انا في فيديو قعدت فيه من غير ورد، والناس اللي متابعه الحلقه بتاعتي دايما بقول الورد ده بنتي بتجيبه لنا دلوقتي انا والمدام، مراتي حبيبتي. وقالت لي بابا انا عندي فكره هجيب لك الورد ده وانت عايش اقدمه لك، وانت عايش وسطنا كل اسبوع هجيب لك بوكيه ورد. طبعا احسن ما تبقى تجيبه وانا مش موجود ليا في الحياه، وانا تجيبه لي تحطه على قبري يعني. فطبعا الفكره عجبتنا وهي بتعمل كده دايما، وبقى البوكيهات الورد بتيجي ليا ولمامتها. انا في حلقه ما حطيتش بوكيه ورد، قلت اشوف رد فعل ناس مشاهدين مصحصحين معايا واخدين بالهم، حتى ما اتكلمتش على الورد وكنت قاصد. ففي 3 مشاهدين اشكرهم على تعليقاتهم، الاستاذ محمد يوسف والاستاذ مصطفى صدقي ومدام جيسي. فطبعا بشكركم ان انتوا اخدتوا بالكم موضوع الورد وسالتوا الورد فين امال. ما تلاقوش الورد موجود، ده بوكيه ورد وده بوكيه ورد تاني. والورد ده بقى له اسبوعين يا جماعه. فعاوز اقول لكم، هي بنتي قالت لي اللي بيجيب لحد ورد وهو بيحبه الورد بيعيش اطول. الورد ده بقى له اسبوع، ولسه الاسبوع الجاي هتجيب لنا بقى الورد بتاع الطازه الاسبوع الجاي ان شاء الله. بقول الفكره دي بنشر من خلال فيديو فكره جميله. لو باباك ومامتك عايشين قوم بوس ايديهم وجيب لهم ورد، ولو في السماء ادعي لهم ربنا يرحمهم. ولو انت عندك ابن او بنت فرجع الحته دي يمكن يجيبوا لك ورد يسعدوا بيه قلبك. هنا انا منساش ان انا اشكر ولاد مدام جيسي ان هم فرحوا قلب باباهم ومامتهم وجابوا لهم ورد. ويلا كلنا ننشر الفكره، لو حاجه حلوه مع بعض نعملها مع بعض. الحاجه التانية عايز اقولها، في تعليقات جات لي بمواضيع فيديوهات هعملها كلها ان شاء الله، بس طبعا مش موضوع الحلقه النهارده. انا عارفكم موضوع الحلقه النهارده انتوا مستعجلين على طول تشوفوا ازاي نملى الابلكيشن مع بعض. في موضوع جالي من احد المشاهدين بيقول لي ممكن تتكلم عن الموبيل هاوس. طبعا في امريكا موبيل هاوسز وهتكلم عنها وايه الفرق بينها وبين الهاوس العادي او البيت العادي. وطبعا فرق رهيب بين الاثنين، هبقى اعمل لها فيديو حاضر. حد طلب مني اتكلم عن الاستثمار جوه امريكا، ازاي يستثمر وهو عايش بره امريكا، وهل في طرق الاستثمار في امريكا. فحاضر هبقى اعمل فيديو عن حاجه زي كده. وحد تالت قال لي بالنسبه للمهاجرين الجداد والتامين الصحي، دي مشكله كبيره والناس ما عندهاش فكره ما عندهاش خبره يا ترى يعملوا ايه. طبعا انا مقدر موقف اللي سال، ان انا جيت امريكا في يوم من الايام معايا اسرتي ومعايا طفلين ومعايا مراتي وجداد في البلد، وكان موضوع صعب جدا. وللاسف مش بتلاقي كل الناس يرضوا يساعدوك ويرضوا يدوك معلومات في الكوميونتي بتاعك. بتاخد منك ممكن سنين عشان توصل للمعلومات اللي انت عايزها. انا هوفر عليك الوقت ده كله، هعمل فيديو مهم جدا 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 عن التأمين الصحي في امريكا وازاي تغطي نفسك انت واسرتك. وانا دلوقتي هبدأ اخش في الابليكيشن
وهتشوفوا دلوقتي حالا على الشاشه معايا. اول ما تيجي تقدم على الابلكيشن هتعمل ايه؟ هتروح قدامكم على جوجل، تفتحوه على الكمبيوتر بتاعك، وهتكتب الموقع اللي مكتوب قدامكم على الشاشه اللي هو dvprogram.state.gov. ده الابلكيشن او ده الموقع اللي انت هتخش عليه على الكمبيوتر، ومنه انت هتقدر تبدا الابلكيشن اول ما يفتح في اول اسبوع من اكتوبر، وبيقفل اخر اسبوع من نوفمبر. هو غالبا هيفتح 4 اكتوبر. يبقوا خلوا عينيكم على الويب سايت، خشوا عليه كل يوم لغايه ما تلاقيه فتح اول اسبوع من اكتوبر، وبيقفل اخر اسبوع من نوفمبر. بالتوفيق ليكم كلكم، ويلا بينا. انتوا دلوقتي خليكم معايا، هتشوفوا قدامكم على الشاشة تاني صورة، ونشوف مع بعض فيها ايه. الصورة اللي قدامكم دلوقتي دي اول ما بتفتح هيقول لك Electronic Diversity Visa Program. طبعا وتحتيها على طول هو بيقول لك ويلكم، بيرحب بيك. وتحتيها على طول في Entry Instructions لو انت عاوز تعرف المعلومات ازاي هتخش، دوس عليها واعرفها. لو انت مش محتاجها، طبعا انا بقول لك ما تخشش ولا حاجه، انا هقول لك كل حاجه دلوقتي. وتحتيها الفوتو انستراكشنز، وبرده في الفوتو انستراكشنز قدامك تعليماتها. لو مش عارفها دوس على اللينك يطلعها لك ويديك صور وامثله ليها. الصوره اول معلومات هقولها على الصوره يا جماعه هنا. الصوره هي عباره عن صوره 5x5 ومتصوره بكاميرا 600 ميجا بكسل. طبعا الصور دي بتاخدها عند حد محترف بكاميرا محترفه. طبعا انا بتكلم مثلا عن مصر، في استوديوهات للتصوير مخصوص بتروحها انت، هم توفر عندهم الكاميرات ديت، ياخد لك الصوره اللي هي 600 ميجا بكسل في 600 ميجا بكسل 5x5. شروط الصوره يا جماعه تكون الصوره واضحه، الخلفيه بيضه، ويكون وشك كله باين، ما يكونش فيها اي شغل فوتوشوب. يعني لو عندك مثلا ديفو في وشك، عندك حبايه، عندك حبوب، الكلام ده كله سيبه على طبيعته، بلاش تعمل اي شغل فوتوشوب على الصوره. والوش كله يكون باين. ولو فيها واحده منقبه تشيل النقاب وقت التصوير، ما تقلقش، السيستم هو اللي بيشوف الصوره، مفيش بني ادمين بينقوا الصور والابلكيشن. فلازم المنقبه تتصور من غير نقاب، ولو محجبه يبقى الحجاب مرفوع لغايه الراس كده، والوش كله باين داير ما يدور. وطبعا مفيش ابتسامه، مفيش تكون لابس نظاره، فطبعا تكون الصوره واضحه وتكون صوره حديثه ما عداش عليها 6 اشهر. طيب ده كده بالنسبه لموضوع الصوره. ننزل على تحت انتري فورم. يلا بينا ندوس على بيجين انتري اللي هو الايكون الاخضر اللي قدامكم دوت. انا هدوس عليه دلوقتي. طبعا اول ما هدوس عليه دلوقتي هيبان قدامكم الاتي على الشاشه على طول. اللي بان قدامكم دلوقتي على الشاشه اول ما دوست انتري، بيبان عندكم يقول لك type the characters as they appear in the picture. المكان اللي انا مضلل عليه بالازرق الغامق دوت، ده عباره عن مستطيل بيبان لك فيه حروف زي اللي على جنب SMN مثلا، فانت بتكتبهم بالظبط زي ما هم في المستطيل الفاضي اللي تحتيه. هو هنا بيتاكد ان انت بني ادم وان انت بتكتب، مش ممكن يكون فيه هاك معمول على الموقع واللي بيكتب كمبيوتر فيبدا يعمل ابلكيشنات ويبوظ الموقع ويبوظ السيستم. فعشان تتاكدوا ان بني ادم بيقرا بعينيه وبيكتب بايده، فبيطلبوا منكم تعملوا الحاجه ديت. فتدخل الرموز هنا في الصندوق الفاضي اللي تحتيه، وبعديها هتعمل سبميت. سيادتك اول ما هتعمل سبميت هنا هيبان قدامك على طول البارت 1 انترنت انفورميشن، معلومات اللي بيدخل بيانات. انت بقى بتدخل بياناتك، فانترنت انفورميشن معلوماتك انت الشخصيه. ويلا بينا رقم 1. رقم 1 قدامكم اسم حضرتك ايه؟ ركز بقى معايا، ورقه وقلم في ايدك، ويلا اكتب الملحوظات اللي انت عايزها ورايا عشان لما تبدا تعمل لوحدك. الاسم يا جماعه في امريكا بيبدا باللاست نيم او الفاميلي نيم. هقول على مصر بالذات، دايما في الباسبور المصري اسمك رباعي، فكلنا بنستخدم اللاست نيم الرباعي. ما تحتارش بين التالت ولا الرابع، هو الرابع لان باسبورك المصري بيبقى اسمك لغايه الرابع. فانا كاتب مثال قدامي لحد انا ما اعرفوش، طبعا نقيت اي اسم يعني ابراهيم عادل هاني كامل، انا ما اعرفش حد بالاسم دوت، فانا يبقى اللاست نيم بتاعي هنا هكتب كامل. طيب والفيرست نيم هو اول اسم،
هو ابراهيم. طب في الميدل نيم في البلاد العربيه عندنا وبالذات في مصر مثلا، انا رحت الاسم الرابع، فيبقى عندك اسمين في الميدل نيم، اكتبهم جنب بعض، عادل ومسافه هاني، فهو كده ده اسمك الميدل نيم، وهيفضل كده طول عمرك. طب النصيحه هنا بقولها بس ايه يا جماعه، إيه، من فضلكم السبيلنج بالانجلش اكتبه على ورقه بره، وتاكد ان هو نفس السبيلنج اللي انت محتفظ بيه اللي هتكمل بيه بعدين. هنا التقديم دلوقتي مش طالبين باسبور اجباري، فانت مش بيكلفوك تعمل باسبور وبعد كده ممكن ما يختاركش، فدلوقتي انت بتقدم من غير باسبور، بس اتاكد ان نفس السبيلنج بتاع الاسماء دوت هو اللي هتحطه بالظبط في الباسبور عندك. فانت مهم جدا ان انت تكون كل البيانات اللي قدامك ديت هي نفسها اللي في الباسبور بالظبط. فبنصحك اكتب السبيلنج بتاع الحاجات دي بالظبط كده في ورق خارجي واحتفظ بيه. لو نقوك تم اختيارك فسيادتك هتعمل الاتي، هتروح على طول تقوم مطلع الورقه وتروح طلع باسبور وتحط السبيلنج بتاع اللي انت نزلته في الابليكيشن هو اللي تحطه في الباسبور بالظبط. في ناس بيدوا نصيحه تانية، انت اعمل الباسبور قبلها وحط البيانات من الباسبور اللي قدامك عشان يبقى هو ده الباسبور اللي انت هتعمل بيه مقابله برضه. دي فكره ودي فكره، إيه اللي يريحك. طيب تحت فيرست نيم بيقول لك لو ما عندكش فيرست نيم اعمل تشيك مارك، طبعا ما فيش بني ادم ما عندوش فيرست نيم. وفي الميدل نيم تحتيها بيقول لك نو ميدل نيم، لو ما عندكش ميدل نيم اعمل تشيك مارك. طبعا برضو احنا في الدول العربيه عندنا فيرست نيم ولاست نيم، وفي النص هو الميدل نيم. تحتيها قدامكم جندر، جندر يعني الجنس، ميل ولا فيميل. فطبعا هتقول لو انت انا منقي واحد اسمه ابراهيم هيبقى ميل. تحتيها ديت اوف بيرث، ركزوا بقى معايا في ديت اوف بيرث دي اللي هي تاريخ الميلاد، ركز بقى معايا قوي هنا عشان بالامريكاني مختلف شويه عن العربي والانجليزي اللي هو البريطاني يعني. في امريكا بنكتب الشهر الاول، تحت كلمه مانث هي الشهر مكتوبه ام اشاره انك لازم تحط 2 ديجيتس، تحط رقمين. فلو انت مولود في شهر من 1 ل 9 ما ينفعش تحط واحد بس او اتنين بس او اربعة بس او 9 بس، لازم تحط 2 ديجيت. فهتحط 0 1 كده شهر يناير، او 0 9 ده شهر سبتمبر، او 0 8 ده شهر اوجست. فاوعى تنسى ان هما لازم 2 ديجيت. طب في الداي برضو 2 ديجيت، يعني لو انت مولود من 1 ل 9 ما ينفعش تكتب 9 بس، تكتب 0 9. لكن من 10 وطالع لاخر الشهر هتكتب رقمين، واحد مولود يوم 12 هيكتب 12، مولود يوم 15 هيكتب 1 5 وهكذا. اليير ما تنساش قدامك اهي في 4 واي تحت، معناها انه 4 ديجيت، ما تكتبش 24، لا تكتب 20 24. تكتب لو انت مولود 1975 تكتب 1975. لو انت مولود سنة عندك بيبي لسه مولود قدامها تيجي في الاولاد تكتب السنة بفور ديجيت 2005 2005. لو انت مولود سنة 80 1980 1980. طيب ما تنسوش هنا ان زي ما قلت ان في امريكا عندنا الموضوع مختلف شويه، في تاريخ الميلاد الشهر ثم اليوم ثم السنه، وده اللي هتتعود عليه هنا في امريكا لما تيجي تكتب بياناتك. هنروح لرقم 4، city where you were born، المدينه اللي انت اتولدت فيها. فالمدينه اللي سيادتك اتولدت فيها هتكتبها بيرث سيتي مدينه المولد. لو بيرث سيتي تحتيها unknown لو مش عارف اتولدت فين اعمل تشيك مارك وسيبها فاضيه. لكن طبعا انت اكيد هتبقى عارف المدينه اللي اتولدت فيها فهتكتب فيها المدينه بتاعتك. نخلي مثلا ابراهيم ده اسكندراني نكتبها الكسندريا. بعد كده هننزل على رقم 5، country where you were born، الدوله اللي اتولدت فيها. فطبعا في سهم ناحيه اليمين اهو بتدوس عليه بتفتح لك قائمه الدول. شوف الدوله بتاعتك، لو انت من تونس اختار حرف التي هيوديك على التي، الدول اللي اولها تي نقي تونس. لو انت من مصر نقي اي هتروح على ايجيبت، ودي الدوله بتاعتنا هتبقى ايجيبت لو انت من مصر. وشوف دولتك العربيه ايه ونقي اسمها. طيب رقم 6 الكونتري دي هتبقى خليها للصوره اللي جايه عشان الصوره اللي جايه هتبقى متكلمه عنها وباينه كويس. الصوره اللي جايه بعدها رقم 6 county of eligibility
for the DV program. في دول يا جماعة مش مسموح لها تقدم على الهجرة. الحمد لله كل دول العربية من الدول المسموح لها التقديم على الهجرة. فأنت دي هي معمولة على علامة يس قدامكم بالأزرق، سيبها زي ما هي على علامة يس، ما تجيش جنبها. لكن طبعا الصين مثلا مش المفروض يقدموا على الهجرة، فلازم هو يقوم عامل نو وينقي الدولة بتاعته انها الصين وهو عايز يقدم. طبعا مش هيتقبل اصلا انه من دولة مش المفروض تقدم على الهجرة. لكن كل الدول العربية خبر حلو، مسموح لها تقدم على الهجرة، فسيب رقم 6 زي ما هي عند يس وما تجيش جنبها. دلوقتي هنروح للصورة اللي بعدها اللي هي رقم 7. رقم 7 قدامكم انترنت فوتوغراف، الصورة بتاعت اللي بيكتب او بيقدم البيانات. قدامكم هنا الصورة دي بنصحك ان انت تكون واخدها عن طريق مصور محترف زي ما قلنا، بكاميرا 300 ميجا بكسل، والكاميرا والصورة 5x5، خلفيتها بيضة، ويكون وشك واضح، ويكون مفيش نقاب لو واحدة منقبة، وما يكونش لابس نظارة على وشك، وما تكونش عامل فيها فوتوشوب مجمل اي حاجة في وشك مش مضايقاك مش عايزها تبان. ولو انت بدقن هتقابلهم في المقابلة بدقن، ولو انت من غير دقن احلق دقنك وتصور، ودي اللي تحطها. فلما تروح المقابلة يبقى ما عندكش دقن، ولو انت بشنب وهكذا زي ما انت بعت الصورة حافظ عليها. فقدامكم هنا رقم 7، الصورة بتحملها بتاخدها بقى من المصور المحترف يا جماعة، بتحطها على الفلاش درايف، وبتحملها على الكمبيوتر بتاعك. وانس ان انت حولتها على الكمبيوتر بتاعك، تستخدم الويب سايت على الكمبيوتر انك تحمل الصورة. لما تدوس عندك قدامك في الصورة ده باين اهو تشوز نيو فوتو، فسيادتك هتدوس عليها هتشوف الصورة انت شايلها على الديسك توب مثلا في الكمبيوتر بتاعك، تروح على الديسك توب تنقي الصورة هتتحمل. دلوقتي هيبقى قدامك البند رقم 8 اللي هو الميلينج ادرس. الميلينج ادرس هو العنوان البريدي اللي سيادتك هيبعتوا لك عليه الجوابات فتوصل لك وتستلمها في ايدك. نبص مع بعض، متقسم هنا من اول A B C D، وهاخد نقطة نقطة. A in care of، في رعاية مين ساكن حضرتك؟ فطبعا لو اسمك وانت صاحب البيت حط اسمك هنا، وهو اوبشنال ممكن تسيبه فاضي. ليه ممكن تسيبه فاضي؟ طالما انت صاحب البيت وانت اللي مقدم البيانات فيبقى هو ده كده كده عنوانك. لو حبيت تكرر اسمك هنا مفيش مشكلة خالص. بي ده الادرس، وسي ده الادرس برضو، بس مديك 2 لاين عشان لو العنوان بتاعك طويل او كبير او مش هيكفي سطر واحد. انا هخلي ابراهيم النهارده ساكن في 30 شارع العروبة، فهكتب 30 العروبة ستريت، دي في اللاين رقم بي. رقم سي انا خلاص مش محتاجه، لان لو كتبت رقم المنزل واسم الشارع ومفيش اكتر من كده، مثلا في اسكندرية العنوان مش محتاج اكتر من كده. طيب هروح بقى للسيتي او التاون، فالراجل ده في 30 شارع عروبة في مثلا منطقة محطة الرمل، فهكتب في سيتي محطة الرمل. تحتيها الديستريكت اللي هي اي، او الكاونتي او البروفنس او الستيت. ديستريكت المقاطعه، كاونتي الحي، بروفنس المحافظه، ستيت الولايه. طبعا احنا هنا بعد ما كتبنا في السيتي ان هو الراجل او التاون كتبنا محطه الرمل ودي في اسكندريه طبعا، هنكتب هنا بقى في البروفنس. انا البروفنس ماشيه مع مصر ان فيها محافظات، لو انت البلد العربيه بتاعتك فيها ولايات هتحط برضه في نفس المكان لان في كلمه ستيت، وهكذا. هنحط هنا تحت كلمة ستيت أو البروفنس هنحط كلمة ألكسندريا. تحتيها البوستال كود أو الزيب كود، عندنا دايما في أمريكا بنستخدمه، فلو أنت في بلدك العربية ليك بوستال كود هتحطه. طبعا في مصر مفيش زيب كود مثلا، فلو مفيش زيب كود أو مفيش بوستال كود عندك، في تحتيها نو بوستال كود أو زيب كود، فتشيك ديت لو عملت تشيك مارك جنبها معناه إن أنت ما عندكش لا بوستال كود ولا زيب كود. طب تحتيها الكونتري، في سهم في اقصى اليمين هتدوس عليه تطلع لك الكونتري بتاعتك اللي هي في حالتنا هنا هتكون ايجيبت. فهعيد العنوان تاني، هتكتب اسمك في رقم ايه او تسيبها فاضي مش مشكله. هتقول 30 شارع العروبه محطة الرمل، يبقى هكتب في اول لاين 30 العروبه ستريت، في عند السيتي
هكتب او التاون هكتب محطه الرمل. في الديستريكت او الكاونتي او البروفنس او الستيت اللي هي عند هنا مكان المحافظه هكتب الكسندريا. ولو ما عنديش بوستال كود هتشيك مارك تحت اف كده في المربع الصغير بتاع النو، هعملها تشيك مارك. ولو عندي بوستال كود هحطه هنا ومش هتشيك على نو. واخر حاجه الكانتري هنقيها من السهم ناحيه اليمين. وكده انا خلصت العنوان المفروض احطه في الابليكيشن. بعد ما خلصنا العنوان هنروح على نمبر 9. في نمبر 9 هنا قدامكم مكتوب الكونتري وير يو ليف توداي، الدولة اللي انت عايش فيها. سيادتك الدولة اللي انت عايش فيها لازم تكون عايش فيها قانوني. فمثلا سيادتك عايش في الكويت، فهتكتب هنا ان انت عايش في الكويت، معاك عقد عمل في الكويت، فانت عايش في الكويت وممكن تعمل المقابلة في الكويت، مش هينزلوك بلدك عشان تعمل مقابلة هناك. لو سيادتك عايش في دبي وقدمت، اكتب البلد اللي انت عايش فيها طالما معاك عقد عمل وعايش في دبي، ان انت في دبي دي البلد اللي هتحصل لك فيها المقابلة في السفارة بتاعتها قدام. بس تكون عايش فيها قانوني بشكل شرعي، وتبقى ناوي دي الولاية دي البلد اللي انت هتقدر تعمل فيها الانترفيو في السفارة. فهنا دي البلد اللي انت عايش فيها النهاردة هتكتبها. لو انت ما طلعتش من مصر هتحط مصر تاني، وكده بقت سهلة. طب النقطة اللي بعدها رقم 10 الفون نمبر، وتحتها اوبشنال، دي اختيارية. حط رقم تليفونك او سيبها فاضية براحتك خالص. النقطة اللي بعدها 11 الايميل ادرس، ودي نصيحة بقى يا جماعة. الميزة هنا ان انا بقول لك قدم انت بنفسك على الابليكيشن، هو ان يكون الايميل ادرس بتاعك انت حاطه، وانت معاك اليوزر نيم والباسورد بتاعه، وان انت ده هيجي لك عليه اي مراسلة من السفارة بعدين. يبقى انت مش سايب حياتك في ايد حد تاني، هو ما بيشوفش الايميل، هو لما يستلم هيقول لك والراجل ما بصش، مش مهتم يبص، نسي يا سيدي. فاوعى تدي الحاجات دي لحد او تخلي نفسك تحت رحمة حد. فنصيحة يكون عندك ايميل وشغال. طب لو ما عندكش ايميل لغايه ما جه الوقت اللي هتملى فيه الابليكيشن، روح حالا خلي حد يساعدك تعمل ايميل، وتبقى عارف اليوزر نيم والباسورد بتاعه، وتكتبهم على جنب وتحطهم هنا زي ما هما بالظبط، تحتفظ بيهم. والايميل ده خليه دايما تخش تبص عليه من وقت للتاني لغايه ما يجي لك ايميل منهم لو ليك نصيب واختاروك وبعتوا لك ايميل بيهنوك فيه ان انت كسبت في اللوتري ديت ويلكم بيك في امريكا. يبقى انت معاك الايميل دوت. فبص بقى معايا عندك هنا هتلاقي الايميل ادرس هتحطه، وكمان بيقول لك دي في ايه. طب في رقم بي تحتها بيقول لك كونفيرم الايميل ادرس، يعني اكتبه تاني، اكد على الايميل ادرس لعل وعسكم غلطت فوق في ازاي بتكتبه. فيبقى بتكتبه تاني عشان ياكدوا عليك ان انت بتكتبه صح. ده بالنسبه للاي وبي، وده يدل على اهميه الايميل يكون مظبوط. بيقول لك تحت كلمة تحت بي ملحوظة، الايميل ادرس will be used to provide you، هيمدوك عليه بالاديشنال انفورميشن، بالمعلومات الاضافية if you are selected، لو تم اختيارك. فقد كده يا جماعة الايميل ده مهم جدا 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 جدا، هم حتى كاتبين تحتيها اهي. دلوقتي هكلمكم عن النقطة رقم 12، وهي نقطة بقى مهمة قوي، ركزوا فيها معايا جدا، اللي هي التعليم. هقراها لكم الاول بالانجلش اهي على الشاشه باينه قدامكم. What is the highest level of education you have achieved as of today؟ ايه اعلى مستوى تعليمي انت حققته الى اليوم؟ يعني ايه الى اليوم دي؟ يعني افرض انا دلوقتي معايا بكالوريوس ومعايا الماستر هعمله كمان شهر، فان شاء الله هيكون معايا ماجستير كمان شهرين، فما ينفعش احط ان معايا ماستر ديجري. طب لو انا دلوقتي مثلا بعمل دكتوراه، والدكتوراه بتاعتي هتناقش كمان 6 اشهر وانا ضامن اخدها، ما اقولش دلوقتي ان انا معايا دكتوراه، ما ينفعش. لغايه ما انت بتكتب ابلكيشن تعمل سبميت لازم تقول مستوى تعليمك. همشي في نقطه نقطه وترجع لكم بالعربي. برايمري سكول اونلي، مدرسه ابتدائي فقط. هاي سكول نو ديجري، يعني مدرسه ثانويه بس ما خلصتهاش فمعكش شهاده الثانويه العامه او الدبلوم او ما يعادلهم. هاي سكول ديجري لو خلصت ثانويه عامه او الدبلومات او ما يعادلهم. فوكيشنال سكول
الفوكيشنال سكول دي مدارس المهنيه اللي هي لو مثلا طالب خلص اعداديه وهيشغلوه في مدرسه مش مدرسه تعليميه، يعلموه حرفه عشان ينزل مصانع يشتغل على طول، فدي اسمها فوكيشنال سكول. او مدرسه بتعلمك مهنه مش بتعلمك تعليم. علم عليها لو في نوع ده من المدارس عندكم. في مصر مفيش نوع ده من المدارس بالمناسبه. طب some university courses، لو انت دخلت الجامعه درست فيها كورسات وما كملتهاش. طيب university degree، الشهاده الجامعيه لو انت خلصت جامعه. طب some graduate level courses، لو سيادتك معاك بعض الكورسات بعد ما خلصت الجامعه، اللي هو بتحضر تمهيدي ماجستير مثلا. تحتيها ماستر ديجري، الماسترز ديجري لو انت خدت الماجستير بتاعك وخلصته قبل ما تقدم الابليكيشن دوت. تحتيها some دكتورات ليفل كورسز، بعض الكورسات اللي بتعمل لها تمهيدي دكتوراه. طب سيادتك اخر نقطة عندك دكتورات ديجري، لو انت معاك الدكتوراه وقت كتابة ابليكيشن اهلا بيك، تحطه طبعا ان معاك دكتوراه. لكن لو هتاخدها بعد الابليكيشن بشهر، لا ما تحطش ان انت معاك دكتوراه. هقرا بقى بالانجلش الحته اللي جايه دي وهترجمها واحده واحده. بيقول لك you must have a minimum of a high school diploma، لازم يكون معاك على الاقل دبلومه للثانويه العامه، او طبعا ما يعادل الدبلومات بتاعت الدول العربيه تنفع تعادل الثانويه العامه. بترفلكت ان انت عملت كومبليشن للفول كورس، ان انت الشهاده دي تعكس او تثبت ان انت انهيت الدراسه الكليه لمرحله الثانويه العامه. بين قوسين في حاجه مهمه قوي، بيقول لك الفوكيشن سكولز، المدارس المهنيه اللي ما بتعلمكش تعليم حقيقي، بتعلمك صنعه بس، اور ايكوفالنس ديجري، لو او الدرجات الايكوفالنس ديجري اللي هي بتعادلها ار نوت اكسبتبل، مش مقبوله في حالتنا دي. لازم يا ثانويه عامه او دبلومات تعادلها، تثبت ان انت خلصت دراسه الثانويه العامه من بلدك معترف بيها. لكن لو مدرسه مهنيه بتعلمك صنعه بس تشتغلها او تشتغل بيها في مصنع او في البلد بتاعتكم وعاوزينكم تبقوا عمال في كذا فتعلمتكم الصنعه دي بس، ده مش معترف بيها. لكن بيقول لك حاجه تانية، في اوبشن حلو قوي. افرض انت معاك يا سيدي اقل من الثانويه العامه، معاك مثلا خلصت اعداديه وما كملتش تعليمك، تجيب ايه بقى؟ اقرا اللي جاي دي معايا كويس. ركز بقى معايا في النقطه اللي بره القوسين دي، هقراها معاكم. or be a skilled worker in an occupation that requires at least 2 years of training or experience to qualify. هترجم كلمة كلمة. skilled worker عامل ذو مهارة، occupation وظيفة، require تتطلب at least على الأقل 2 years سنتين، training تدريب، experience خبرة، qualify عشان تبقى مؤهل. ترجمتها ايه بقى؟ بيقول لك او تكون عامل ذو مهارة في وظيفة تتطلب سنتين من التدريب او الخبرة على الاقل عشان يكون معاك شهادة الخبرة دي ويتأهلك ان انت تخش في البروجرام. فممكن تعمل وقتها، اعمل لو اطلع مثلا فوق كده معايا في النقطة رقم 2، هاي سكول نو ديجري، علم عليها وتقدم شهادة خبرة انك بقالك سنتين في مهنة معينة، معتمد طبعا من الجهة اللي بتديها لك، وانت دي تأهلك انك تكمل معانا في البرنامج. طيب بيقول لك عاوز تشوف الوظائف، دوس على اللينك دوت وانت تعرف ايه الوظائف اللي ممكن تأهلك. انا هقول لك بعض الوظائف. لو انت بتصمم احذية، دي وظيفة مطلوبة هنا في امريكا. لو انت بتشتغل في فيديوهات، بتعمل اديتنج او بتدخل موسيقى او بتصور او دي مطلوبة هنا. لو انت بتصمم ازياء ومش مكمل تعليمك لغاية الثانوية العامة ومعاك ما يثبت انت شغال في مصنع بتعمل هدوم بتصمم ازياء، الحاجات دي كلها هات ما يثبت. لو انت بتقوم برعاية الاطفال، سواء شغال مثلا في ملاجئ في الدول العربية اللي بترعى الاطفال الايتام مثلا، فانت ما كملتش تعليمك لكن شغال عامل صيانة، شغال بتخدم على الولاد، بتراعيهم تاخد بالك منهم، برضو تقدم عادي. لو انت بتراعي كبار السن، لو انت شغال في دار مسنين ومعاك شهادة تعليمك للثانوية العامة ما كملتهاش، فأي عمل بتقوم بيه في رعاية المسنين تجيب من دار المسنين اللي انت شغال فيها ما يثبت وتقدمك كشهادة خبرة. ومهنة أعمال البناء، سواء عامل
مباني، بتعمل بلاط، بتعمل محاره، بتحط طوب، بتشطب شقق، نقاش، تجيب ما يثبت انك بقالك سنتين طبعا من شركه معتمده، وان انت شغال معاهم بقالك سنتين. كده انت تبقى مؤهل حتى لو مش معاك شهاده الثانويه العامه. واخر حاجه صيانه الاجهزه الكهربائيه او الاجهزه المنزليه او المبردات. لو انت سيادتك الاي سي، انا في فلوريدا عايش، عندي اي سي، وفلوريدا بلد حر او ولايه حر، طول السنه بنشغل اي سي. فلو انت شغال فني اي سي وما كملتش تعليمك، جيب ما يثبت من خبره من شركه معتمده وقدمها مع ورقك. دي كده النقطه رقم 12 اللي هي المهمه. اخدت وقت شويه بس كان لازم اغطيها كويس. دلوقتي هروح للنقطه رقم 13. بيقول لك what is your current marital status؟ ايه الحالة الحالية الاجتماعية ليك؟ الحالة الاجتماعية يعني انت متزوج، منفصل. نمشي بالترتيب طب مع بعض، ارجعوا اقروا معايا بالترتيب. اول واحدة unmarried، لو انت سنجل مش متجوز، او انت سنجل مش متجوزة علم على unmarried. طيب لو انت تحتيها married متجوز and my spouse. my spouse يعني زوجتي او زوجي. السباوس دي كلمة امريكاني تتقال على الزوج او الزوجة. لو انت متجوز وتقول my spouse is not US citizen، طبعا معهاش الجنسية الأمريكية، ومعهاش lawful permanent resident اللي هو إقامة قانونية دائمة في أمريكا، علم هنا. طبعا معظم اللي في الدول العربية مراته مش هتبقى معاها لا جنسية أمريكية ولا معاها إقامة دايمة، فإما أنت علم على دي. لو أنت متجوز وعايش أنت ومراتك طول عمرك مثلا في مصر، علم على دي وخلاص. طيب لو انت متجوز، واللي هي النقطه الثالثه married and my spouse is a US citizen، لو انت متجوز ومراتك امريكيه او معاها lawful permanent resident اقامه قانونيه دايمه، علم هنا لو مراتك معاها الجنسيه الامريكيه او معاها اقامه قانونيه في امريكا. بعديها النقطه الرابعه divorced يعني مطلق، مش منفصل. هو الفرق بينهم ايه دلوقتي؟ مطلق بورق رسمي في المحكمه ومعاك ما يثبت ان انتم منفصلين ومطلقين. ركزوا بقى معايا، هترجم لكم الكلام مكتوب بالانجليزي اللي بيفسر يعني legal separation، يعني منفصلين قانونيا. الانفصال القانوني بيقول لك دي ترتيبات بين اتنين متجوزين لكن عايشين بعيد عن بعض. following a court order، ده متبعين قانون محكمة، يعني في أمر من المحكمة هي اللي أمرتهم بالانفصال والبعد عن بعض، فكده دول قانونيا منفصلين. لكن لو واحد ومراته كل واحد عايش عند أهله، مفيش أي إجراء قانوني، اوعى تقول إن انتوا legal separate، ما ينفعش الكلام ده. بيقول لك لو أنت أو الزوج منفصلين قانونيا، مراتك او انت لو جوزك مش هيقدر يهاجر معاك لو كسبت في البرنامج، لان انت كاتب ان انتوا منفصلين قانونيا. لكن انت مش هيتم عقابك او مخالفتك لو انت كتبت اسم الزوج لو انتوا منفصلين قانونيا. بمعنى لو انت سيادتك كتبت اسم الزوجة وانت منفصل عنها قانونيا، الابليكيشن معاك مش هيبوظ، لكن مش هيسافر معاك، او هو او هي مش هتسافر معاك لو انت راجل، وهو مش هيسافر معاك لو انت زوجة. تاني، لو انتوا متطلقين دي خلاص امر محكمة موجود. ما ينفعش بقى واحد متخانق مع مراته، كل واحد عايش في ناحية حتى لو بقالكوا سنين طويلة، لكن انتوا عايشين بمزاجكم بعيد عن بعض، فما ينفعش تقول ان انت منفصل قانونيا. هتيجي تقدم الورق يقول لك انت منفصل قانونا، جيب ما يثبت من المحكمه ان انت ومراتك عملتوا اجراءات قانونيه فانتوا منفصلين قانونيا. لو معكش ورقه دي خلاص ورقك كله باظ. طيب ومع ذلك لو انت منفصل قانونيا عن مراتك ممكن تحط اسمها، لكن هي مش هتسافر معاك. لكن انت كده بتقول لهم انا متجوز من فلانه المنفصل عنها قانونيا، فمعايا ما يثبت. فهتروح في الانترفيو هيشوفوا اسمها وهيشوفوا الابلكيشن بتاعك ان انت منفصل قانونيا. هيسالوك بقى فين ما يثبت ان الزوجه الفلانيه دي معاك ما يثبت انك منفصل عنها قانونيا. بتقدم الورق، مبروك عليك هتسافر لوحدك وهي مش هتبقى جزء من عيلتك عشان معاك ما يثبت في المحكمه. هاكد تاني، ما ينفعش واحد ومراته
متخاصمين مع بعض، كل واحد عايش في حته، فالراجل يكتب ان انا منفصل، لا، يكتب انه متجوز مش منفصل، طالما ما حصلش اي اجراء قانوني، لا طلاق محكمه ولا في امر من المحكمه بان انتوا تنفصلوا قانونيا. معكش ورقه دي لازم تكتب انت متزوج. ولو معهاش اقامه في امريكا او جنسيه في امريكا، اختار النقطه الثانيه اللي هي كانت بيقول لك married and my spouse is not، ومراتي مش US citizen او or US lawful permanent resident. طيب، يا رب النقطة دي تكون واضحة كويسة بالنسبة لكم. هكمل بقى ترجمة تحت عندكم في الصورة قدامكم، بيقول لك if you are not legally separated by court order، لو انت مش منفصل قانونيا بأمر من المحكمة، لازم تحط اسم مراتك حتى لو بتخططوا للطلاق لسه ما اتطلقتوش، لازم تحطها وتقول متجوزين. ما ينفعش تقول مطلق ولا منفصل قانونيا طالما معكش ورقه من المحكمه. لو انت ما عرفتش او فشلت انك تحط المعلومات الامينه دي، مش هتسافر. انا هنا اعرف واحد شخصيا كان خاطب وكان هيتجوز كمان شهرين، هو عمل الابليكيشن بتاعه انه متزوج وقت ما عمل الابليكيشن، وخطيبته عملت انها متزوجه وقت ما عملوا الابليكيشن، وهي لسه ما اتجوزتش ولا هو لسه اتجوزها. المهم جاله هو النصيب واتقابل في الهجره، فرح جدا في الاول طبعا وكلام من ده، واتجوزوا بعد فعلا الشهرين دول. ولما طلعت القرعه تم اختيارهم ففرحوا جدا. راح بيقدم شهاده الجواز. طبعا شهاده الجواز معموله بتاريخ بعد تاريخ الابليكيشن. انتوا اتجوزتوا في التاريخ دوت؟ طب هل انت وقت ما عملت ابليكيشن كنتوا متجوزين؟ لو قال طب فين العقد؟ العقد شهرين بعدها. فاترفض وقت ورقهم عشان غلطوا في حاجه زي كده. فربنا يوفقكم وما تغلطوش اي غلطه، ويكون التوفيق معاكم وحليفكم. نروح بقى للنقطه اللي بعدها تحت خالص، نمبر اوف تشيلدرن. هنا هتكتب عدد الاولاد من الزيجه. وطبعا لو بصيت على الصوره اللي بعدها دلوقتي، انا بقى هنا جايب تاني عدد اطفال عشان هقرا لكم وترجم لكم الحته اللي تحتيها بيقول لك الاطفال. مهم قوي، ده كان سؤال الاستاذ محمد رفعت. بصوا يا جماعه، لو انت عايش مع ومراتك من زواج سابق عندها بنت، وانت لما اتجوزتوا عندكم ولد، فانت لما تعمل ابلكيشن هتحط مراتك كزوجه، وتحط ابنك اللي هو منك ومنها وبنتها هي كمان. طب هقول سيناريو تاني، لو انت متجوزه واحد عنده ولدين من زوجه سابقه وخلف منك بنت، وانت هتعملي الابلكيشن هتحطيه كزوج، وتحطي بنتك، وتحطي ولاده هو لوحده اللي جابهم من زوجه تانيه، مش ولادك انت خالص. دي بنسميها في امريكا، اقروا معايا هنا مكتوب ايه، هقرا لكم بالظبط المكتوب. بيقول لك children include all biological children، الاطفال المولودين biological يعني من اب وام طبيعيين، او legally adopted او تم تبنيهم قانونيا. يعني لو بلدك بتسمح بالتبني القانوني في المحكمه وابنك انت بتبنيه برضه حطه. او النقطه اللي بعدها step children، الاطفال اللي هم مش ولادك حقيقيين، ولاد الزوجه لو انت الراجل، او ولاد الزوج لو انت الست، وهم مش ولادكم انتوا الحقيقيين، ده ولاد الطرف الثاني بس، بنسميهم step children، لازم يتحطوا. ايه بقى مهم قوي كمان في الاطفال؟ كمل معايا قرايه. بيقول لك ان يكون سنهم تحت 21 سنه ومش متجوزين. افرض عندك بنت 20 سنه متجوزه، ما تحطهاش. عندك ولد 19 سنه وانت مجوزه بدري وفرحان بيه، ما تحطهوش تحت 21 سنه. ويكون كمان الولد مش متجوز والبنت مش متجوزه، اتجوزوا تحت 21 سنه ما تحطهمش. طب لو النهارده هو عنده 20 سنه او 20 سنه ونص، حطه النهارده لانه تحت ال 21 سنه. بيقول لك وقت التاريخ يكون تحت 21 سنه، فاهم شيء؟ وقت التاريخ التقديم يكون تحت 21 سنه حتى لو باسبوع.
لازم تحط كل الاولاد اللي هم قانونيا ينتموا لك بالشرح اللي هنا فوق، ولو ما حطيتهمش كلهم زي ما هم شرحوا لك مش هيسافروا معاك، وانت كده كمان مش هتسافر. حتى لو تم اختيارك هيجيبوك تعالى هنا، انا عندي ابن مراتي كان عايش معايا ونسيت احطه، دي معلومات كلها غلط، احنا متاسفين، انت بوظت الابلكيشن بتاعك. دلوقتي بقى هنتحرك للصورة اللي بعدها، وهننزل تحت شوية هنشوف قدامنا كلمة continue، فهتدوس عليها. أول ما تدوس على كلمة continue هتروح على بارت 2. بارت 2 هتحط هنا فيهم أسماء هنبدأ من رقم 13. بالمناسبة لو عاوز تصلح حاجة بارت 1 فوق قدامك جو باك تو بارت 1، تكليك هنا ترجع للجزء الاولاني اللي عاوز تصلح فيه حاجه. بارت 2 بقى من رقم 13 بيانات الزوجه، سهله بقى خلاص. سباوز نيم بيانات الزوجه او الزوج، كلمه سباوز هي زوج وزوجه، معناها مذكر ومؤنث بالعربي. برضو بنبدا بلاست نيم، ما تنسوش احنا قلنا بقى الزوج كان اسمه ابراهيم كامل علي مش عارف ايه، طب الزوجه هنسميها مروه، فهنحط الفيرست نيم بتاعها مروه. طب هو هنا بنبدا بقى في امريكا ايه؟ باللاست نيم، فاسمها مروه ابراهيم عبد التواب سليم، فاللاست نيم سليم، فهحط اللاست نيم بتاعها سليم. الفيرست نيم ما انساش مروه. الميدل نيم هحط الاسمين اللي كانوا في النص بينهم مسافه، احطهم في الخانه ديت. والسبيلنج بتاعهم يتكتب في ورقه على جنب عشان انا معيش باسبور، عشان لما اجي اطلع باسبوري لو حصل نصيب يبقى نفس الاسماء بالسبيلنج بتاعها موجود في الباسبور. النقطة اللي بعدها اللي هي رقم 13 دي بيرث ديت، تاريخ الميلاد. قدامكم هنا المانث وداي ورير، ده النظام الامريكاني. تاني 2 ديجيت في كل في المانث والداي، و4 ديجيت في الير. فالمانث لو هي مولودة في شهر 12 هتحطوا 12، ولو في الداي يوم 25 هنحط 25، وفي الير لو هي مواليد 80 يبقى 1980. طيب تحتيها جندر، طبعا لو انت الراجل بتقدم فهتبقى مراتك في ميل، ولو انت الست اللي بتقدمي هتقولي الاسباس بتاعك هيبقى هو ميل. النقطة اللي بعدها هنشوف دلوقتي النقطة اللي بعدها رقم 13 اف سيتي وير سباوس بوز بورن، المدينة حيث الزوج أو الزوجة اتولدوا فيها. هتقولوا بيرث سيتي مدينة الميلاد، مثلا هنا برضو خلوا مروة اسكندراني بلدياتي، هنكتب الكسندريا. في 13 جي الكونتري برضو في سهم ناحية اليمين، هدوس عليه واكتب حرف الاي تطلع لي ايجيبت او الدول اللي فيها حرف الاي، انقي منها ايجيبت او نقي البلد بتاعتك الدولة بتاعتك لو تحب. وتحتيها في السباوز 13 اتش السباوز فوتوغراف، الصورة زي ما قلت هتحملوها بفلاش درايف على جهاز الكمبيوتر، تنزل تحت عشان تحمل الصورة على تشوز نيو فوتو، هتكليك عليه هيقول لك الصورة شايلها فين على الديسكتوب، هتروح على الديسكتوب تحملها على الابلكيشن تتحمل. طيب هنروح للنقطة رقم 14. بالنسبة للأطفال بقت سهلة خلاص، ايدينا اتعودت، فهنكتب في أول خانة زي ما احنا عرفنا الاسم الأمريكاني، اللاست نيم بتاعه اللي هو في الباسبور هيبقى الاسم الرابع، وبعد كده هتحط الفيرست نيم للولد، وبعد كده تحط الميدل نيم باقي الاسماء بتاعته، وتحط ما بين كل اسم واسم مسافه. طيب هنروح للنقطه رقم 14 دي ديت اوف بيرث، ما ننساش برضو نفس الطريقه الامريكاني، المانث الاول الشهر الاول، ودي اليوم بعدها، والير بعدها. ما ننساش المانث برضو انه 2 ديجيت، لو مثلا مولود يوم 9 يبقى 09، ولو داي هيبقى مولود يوم 25 يبقى 25، والير مولود ابنك في 20 10 يبقى 2010. طيب هننزل على 14 اي هي الجندر، في الصفحه اللي بعدها قدامك هي الجندر، لو هو ولد هتحط ميل، لو هي بنوته هتحط فيميل. و14 النقطه اللي بعدها 14 اف سيتي وير تشايلد واز بورن، لو ابنك اتولد برضه اسكندراني هنحط الكسندريا. وبعدها بعد ما حطينا المدينه اسكندريه هنروح النقطه اللي بعدها اللي هي قدامنا باين على الشاشه اهي قدامنا،
التشايلد فوتوجراف، برضو هندوس تحت على اللي تشوز نيو فوتو وشوف الصوره انت شايلها فين ومحملها فين، ودوس كليكه وروح شوف جيبها من على الديسك توب، حط صوره ابنك وتتحمل. انا هنا بقى جايب لكم الصوره دي مخصوص عشان تشوفوا ايه لما تحمل الصوره هيحصل لك ايه. هتلاقي بالاخضر مكتوب لك تحت your photograph was successfully uploaded، فدي مهمه قوي تشوفها قبل ما تمشي من منطقه نقل الصفحه. في تحتيها بقى قدامك go to continue او go back to part 1 او cancel. طبعا انت هتكونتينيو لو عايز تكمل، لو عايز تراجع اللي فات جو في حاجه في بارت 1 هتدوس جو باك تو بارت 1. هتدوس كونتينيو هنا عشان احنا كده ماشيين صح. وبعد ما دوسنا كونتينيو هتطلع لك الابليكيشن كله بقى اللي انت مليته ليك انت، وبعد كده لمراتك، وبعد كده لاولادك. هتطلع لك كل المعلومات اللي دخلتها من حيث تواريخ الميلاد، من حيث الاسماء، من حيث المدن، من حيث العنوان، من حيث الايميل. كل اللي احنا عملناه من شويه هيبان لك كله تحت بعضه، فبيديك فرصه تراجعه كله تاني. طب لو لقيت غلطه هتدوس على جو باك تو بارت 1، لقيت غلطه في البارت 2 هتدوس جو باك تو بارت 2، ومن هناك تصلح الحاجات دي. ما تنساش من اول ما تبدا ابلكيشن لاخره انت قدامك 30 دقيقه والسيستم هيقفل عليك. ان شاء الله انت ذاكر الحاجات دي اكتبها في ورقه بره عشان تبقى وقتها قصير، ما تطولش معاك وانت شغال عملي. واول ما يظهر لك ابلكيشن انه كله خلاص خد راجعه، هيبان لك الصوره اللي على الشاشه دي. تحت خالص هيبان لك البنود كلها اللي انت مليتها، وفي اول كلمه سبميت بالاخضر لو انت راضي على اللي حصل، او لو في غلطه في بارت 1 او بارت 2 هترجع لبارت 1 او بارت 2 عن طريق هنا. اوعى تطلع بره الموقع خالص من هنا. طب لا، انت لما رجعت كله صح، مفيش خطأ في عنوان، في ايميل، في اسم ولد او اسم الزوجة او تاريخ الميلاد او مكان الميلاد، هتقوم دايس سبميت ويبقى كده بالتوفيق. بعد ما تدوس بقى سبميت هيبان لك احلى صورة، انت خلصت خلاص. الصورة اللي هتبان لك حالا، بص بقى معايا وركز معايا. بيقول لك هنا سكسس، انت نجحت انك تقدم على الديفرستي فيزا بروجرام للسنه دي. وهيجي لك الاتي بقى تحتها من ناحيه الشمال كده، اقرا معايا الانترنت نيم، اسم اللي قدم الابلكيشن. فواحد باسمك، ما تنساش لو انتوا زوجه وزوجه خدوا فرصتين، انت قدمي للاسره وانت قدم للاسره. يمكن يجي لواحد منكم ما فيش واحد يقدم يقول انا كفايه انا، عشان الفرصه تبقى كويسه لو انتوا الاثنين. تحتيها الكونفirmation نمبر، الرقم التاكيدي من الموقع اللي يثبت ان انت قدمت الابلكيشن. فبيطلع لك ان احنا قبلنا الابلكيشن، وادي كونفirmation نمبر رقم التاكيد لاستلامنا الابلكيشن بتاعك ان كله تمام يعني. تحتيها year of birth، هيظهر لك هنا عام مولدك اللي انت حطيته في الابلكيشن. وديجيتال سيجنتشر هتبان لك ان التوقيع الالكتروني هيبان لك قدامها. بيقول لك بقى نصيحه هو هنا، يا جماعه لو سمحتوا اوعى تقفل الشاشه اللي قدامك، الكمبيوتر في البيت بتاعك يعني، قبل ما او ناخد سكرين شوت للي قدامك، صورها بالموبايل بتاعك. لو انت شغال على الكمبيوتر في موبايلك صورها. كمان لو عندك برينتر في البيت اطبعها. هو كل ده هم قايلينه ليه؟ علشان انت هتحتاج جدا الكونفirmation نمبر ده بتاعك قدام لما تيجي تتشيك انت اتقبلت ولا ما اتقبلتش. هم هيبعتوا لك ايميل تاني ويراسلوك بعدها لو اتقبلت، فانت محتاج تخش تتشيك تعرف انت اتقبلت ولا ما اتقبلتش. فالكونفirmation نمبر ده هتحتاجه ضروري جدا، وسيادتك مش هتوصل له تاني لو قفلت الصفحه اللي قدامك دي. اوعى تقفلها غير لما تاخد صوره بالموبايل لو انت شغال على الكمبيوتر، او على الكمبيوتر بتاعك خد سكرين شوت، وكمان اطبعها لو عندك برينتر في البيت، يبقى انت كده مطمن ان البيانات كلها عندك. بيقول لك الكونفirmation نمبر ده خليه في الريكورد بتاعك معاك، عشان بعد كده هتحتاجه لما تخش تتشيك على اهو. بصوا تحتيها مكتوب بالنص you must retain your confirmation number in order to check your entry status. لما تيجي تتشيك انت اتقبلت ولا لا، هتحتاج الرقم ده، مهم جدا 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 جدا. كده انا خلصت الابلكيشن.
اتمنى تكون العمليه سهله عليكم، وانا بعد ما تمشوا معايا خطوه بخطوه وتكتبوا كل حاجه وتتمرنوا على الصور دي معايا، وقف الفيديو بتاعي خطوه بخطوه، اكتب بره وكمله وارجع راجعه تاني، بص عليه تالت، واول ما يفتح الابلكيشن وانت في البيت بقيت انت فاميليار مع الويب سايت، بقيت انت مش بتشوفه اول مره، ده انت عارف انك اول ما تفتح المطلوب والترتيب ومجهز كل حاجه بره، يدوبك بس بتكتبها. هتخلص بياناتك وبيانات مراتك وولادك في اقل من 30 دقيقه، ده الوقت المناسب اللي هو هيقفل عليك الابلكيشن وقتها. فانا بتمنى لكم كل التوفيق. الفيديو اللي جاي هعمل فيديو بعد دوت تاني، هشرح بقى بقي من غير الصور يا جماعه، وانت بتعمل خد بالك من كذا وكذا وكذا وكذا، اللي هي ملحوظات برضو ممكن تكتبها على جنب لوحدها تاني تاكد عليك انا جنبكم. وبنصحك هنا نصيحه، محدش يبعت لي يقول لي ممكن الواتساب بتاعك عشان تملهولي، او لو هتاخد مني فلوس انا موافق ادفع. جماعه ده ببلاش، ما تخليش حد ياكل عيش على حسك لو انت تعرف تعملها لوحدك. وما يصحش يكون في حد في امريكا ياكل عيش على حساب اهل وطنه واهل بلده. فلو في حد بيراسلني علشان يقول لي املاها لي وادفع لك رسوم، لا يا حبيبي، انا اولا مش محتاج اعمل كده. انا كل سعادتي اني اساعدك واوصل لك لبر الامان. قدامك الخطوه بخطوه معايا، امشي ورايا واعمل زيي ببلاش. مش هقول لك هات 10 دولار او هات 20 دولار، وما تاكلوش حد عيش على قفاكوا لو انتوا تقدروا تعملوا كده. لكن لو انت في بلدك ومش عارف انجليزي كويس او ما عندكش جهاز كمبيوتر، لا روح في مكان، اليومين دول بيبقى يومين موسم، في مكاتب كتيره بتعمل الخدمه ديت، وتقول لك تعالى انا هصورك. هم بيصوروك كمان، عندهم مجهزين كاميرا بتاعتهم بيصوروك وبيحملوا الصوره على الجهاز بتاعهم، بيملوا لك الابلكيشن بتاعك، بيطلبوا بس منك الايميل بتاعك، وقبل ما تمشي يطبع لك البرنت الكونفirmation نمبر على ورقه، يقول لك خد يا باشمهندس خلي الورقه دي معاك هتحتاجها بعدين، اوعى تضيع منك. وانت بقى تكون فاكر الايميل بتاعك اللي انت حطيته وكل بياناتك اللي انت هتديها لهم تكون كاتبها في ورقه عندك عشان تحتفظ بالنسخه دي، عشان السبيلنج لما تيجي تعمل باسبورك يبقى كل حاجه مظبوطه بالظبط. لكن ما تخلوش حد بالذات في امريكا هنا يقول لك ابعت لي، فانت تبعت له على اساس ان هو في امريكا ليه اولويه او بيفهم احسن من اي حد، او ان اللي هيملاه من امريكا هيبقى ليه اولويه في الاختيار عن غيره. الكلام ده ملوش اساس من الصحه. انا مش عاوز اي حاجه من اي حد. انا عاوزكم لو عجبكم الفيديو لغايه هنا دوس لايك وشير وسبسكرايب، دعم القناه. اشكركم على تعليقاتكم، وترقبوني في فيديوهات تانية. وما تنسوش تستمتعوا بحياتكم. سافر مع سامح.